يا مساء الفل. شفنا طبعا الزمالك نجح ان هو يخطف صفقة بالحاج، على الرغم من ان كانت سيراميكا كليوباترا داخلة طبعا في الصفقة، وكانوا عايزين ياخدوه. بالمناسبة سيراميكا كانوا عايزين ياخدوه ب 8 مليون بس. خلينا بس نتكلم على الارقام اللي خد نادي الزمالك الصفقة بيها. نادي الزمالك خد اللاعب 4 شهور اعارة بمبلغ 4 مليون جنيه. في كمان هيدفع معاهم قيمة الضريبة المضافة، وهي 560 ألف جنيه كمان. فكده قيمة الإعارة هتكون 5 مليون جنيه، بالإضافة لقيمة الضريبة المضافة اللي هي 560 مليون جنيه. بند بقى الشراء في آخر الموسم، في ناس كتير قالت إن هي 10 مليون جنيه، لكن الحقيقة الرقم الصح مش 10 مليون جنيه، الرقم هو 11 مليون و600 ألف. دي التفاصيل الكاملة والأرقام الخاصة بصفقة بالحاج ونادي الزمالك اللي هم قدروا يحسموها في الوقت الضايع، يعني من الميركاتو الشتوي. على الرغم من ان كان في عروض اكبر، زي ما قلت لكم عرض سيراميكا كليوباترا كان 8 مليون جنيه. ما كانش الارقام الكبيره اللي كانت بتتقال دي كلها. وفعلا نادي اسوان كان طالب رقم كبير، وصل ل 15 مليون جنيه من كذا نادي، لكن طبعا الصفقه ما وصلتش للارقام دي خالص يعني. فدي الارقام المظبوطه، وتابعوني لو عايزين تعرفوا اي اخبار جديده.